كشاف من فوق ويروح يصورها. كان يعني حكي لي، انا ما شفتش الست نفسها، ما سمعتش منها نفسها، لكن اتحكى لي عن واحده برضو كانت كانت بتدفن حاجه، فدخل الضابط او الفرد، يعني فرد الجيش، فشافها شافها كانت بتدفن ايه، اكيد بتدفن بحاجه خطيره يعني، كيس هيروين مثلا، يعني شوال TNT حاجه كده يعني، فلقاها بتدفن مصحف. القصه دي انا مش احكيها عشان يعني ما تبقاش مزايده، لكن هي فعلا. فقال لها ليه كده حاجه؟ قالوا انتوا بيقولوا لنا انتوا كفار، انتوا جايين تمام. فبغض النظر هي الست طبعا بريئه جدا وعلى نيتها، بس انت اتوفر عندك مجال لناس تصفي الميه العكره. تمام، لان انت لما تخش تلاقي 4 اطفال في بيت واحد مقتولين بقذيفه مدفعيه، الكلمه اللي تتقال على لسان البسطاء اللي ما بيصلوش. تمام، لو كانوا المسلمين ما كانوش عملوا كده، فهي ده حاجه حاله يصعب على الكافر، مش تكفير بالمعنى الايديولوجي يعني، لكن الكلمه اللي ففي حد بيتلقى في الكلمه دي وبيلعب عليها عشان يتحول الموضوع لتكفير، مش تمام، لان هو بقى بالادله. يعني هم بيعملوا فيه، دول قصفوا الجامع، فعلا قصفوا الجامع، قصفوا الجامع 3 4 مرات، مش جامع واحد. تمام، ده يعني طب جامع ابو منير في المقاطعه قالوا اصل ابو منير وعياله ارهابيين، ماشي، طب وجامع اللفتات؟ لا، اصل هو المدرعه وقفت فوق كده، فوق تله، وضربت اللي قدامها، فجت في بيوت وجت في الجامع. تمام، جت في بيوت، دي الموضوع مش مضحك، جت في بيوت قتلت 2 ستات و4 اطفال. تمام، وقصفت الجامع، فهو فتخش الجامع تلاقي المصحف متقطع قدامك، متقطع من ايه؟ متقطع من قصف الجيش. هتقول ايه؟ تمام، والمحراب مخروم. تمام، يعني ايه التعليق اللي هتقوله يعني؟ ولو حد قال لك دول كفار، انت هتقدر تقول له لا؟